منذ قرابة العام تمت المصادقة على تأهيل مدخل مدينة النجف القديمة، إلا أنه وكما يبدو أمامه عام آخر. أتربة وأنقاض حال يرثى له في هذا الشارع، مدخل المدينة القديمة في النجف الذي تمت المباشرة به منذ العام الماضي. المواطنون هنا عبروا عن استيائهم جراء التأخر في أعمال الإنجاز. هذا مو مدخل مدينة، يعني هاي النجف الأشرف، المفروض الناس من تجي تسحق على ذهب، ما تسحق على تراب. يعني انت الساعه في نص ساعه سيارات لو تستمر ماكو، يعني ما تقدر لو تحط لك كمامه لو ما تقدر تمشي بهذا التراب. ومو بس مدخل المدينه، احنا خلينا نسولف على مدخل النجف كله. هاي مدخل امير المؤمنين، يعني صار له سنه والعمل متلكئ كلش بيه متلكئ. يعني انت تشوف الشركه يعني هي قاعده تشتغل، امانه الله قاعده تشتغل، بس شغل كلش بطيء. يعني هسه احنا بدت قبل محرم العمل بهذا الشارع، وهسه انت قاعد تشوف يعني هسه راح يجينا محرم وانت قاعد تشوف الشارع والتراب والوضعيه. يعني هسه هذا الشارع يعني سووا المقرنص مالته، شوف خلوه على النص. وبعد يأس المواطنين هنا من إكمال أعمال هذا الشارع بدأوا يكملون بأنفسهم ما تم إنجازه، فمصدر أرزاقهم تضرر كثيرا حتى أخذ البعض منهم بغلقها وتركها. سبب لنا أضرار يعني بعملنا ومحلنا عزلنا. هاي وحدة. ثاني شغلة التراب اللي سبب لهاي المنطقة كلش هواية، يعني بحيث هم شغلهم بتراب والعجاج والسيارات همينة داعي تأثر على الشارع مالتنا، وكلش أثر علينا هذا المشروع وتأخر، بحيث من ذاك صفر وهسه راح يجي صفر وبعد المشروع لسه ما كان. أصحاب المحلات تضررت، أقل محل هنا 10 ملايين 8 ملايين. زين هذا الشارع مسدود وأتربة، ما تجي الزوار ما تقدر تجي الزوار، فإحنا نطالب إسراع المشروع. وتقول الإدارة المحلية الجديدة في النجف أنها تتابع عن كثب جميع الأعمال التي يجري تنفيذها في عموم المحافظة، خاصة مداخل المدينة القديمة، بهدف إدخالها في نطاق الخدمة. من النجف محمد الغالبي، وان نيوز.